الاهلي ولا دفاعا على اسامه حسني لو حضرتك تقصده بالاسم. الفكره كلها احنا بنتكلم على ان في حكم كان موجه، وهنا انا ببعد موضوع الترجي تماما، ولا اداره ولا لاعبين ولا اي حاجه خالص. مش المقصود هنا الترجي خالص، المقصود ان احنا النهارده كابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر قال حاجات في كاس الامم الافريقيه الاخيره احنا النهارده هندفع ثمنها، واي نادي مصري هيدفع ثمنها الفتره اللي جايه، وخصوصا ان دلوقتي في حرب داخليه في مين الاقوى دلوقتي في الاتحاد الافريقي. تمام. الاتحاد الافريقي النهارده بيحكمه رجل واحد، هو الرجل الاقوى دلوقتي موجود في القاره، وهو الكابتن الاستاذ فوزي لقجع، وهو اعتقد ان هو وزير الماليه في المملكه المغربيه. فوزي لقجع النهارده بيحارب بقى مصر، بيحارب الانديه المصريه، بيحارب بطريقه معناها تحب تراجع هزيمه الاهلي لفوزي لقجع. هقول لحضرتك ما بتكلمش على الترجي، انا قلت لك بالبعد عن القصه دي كلها. النهارده الاهلي اتعاقب اللي استفاد بيها هو الترجي، انا ماليش بدار، بالعكس من حق الترجي يستفيد. حرمان الجمهور لحظه. طب انا اكمل فكرتي. اكمل فكرتي. النهارده لما يجي يوقع لك عقوبه على جمهور النادي الاهلي بالحرمان من مباراتين، في منهم مباراه مع ايقاف التنفيذ، النهارده القانون واللائحه الداخليه اللي موجوده في الكاف بتقول ان من الطبيعي جدا ان اي سابقه اولى ايقاف التنفيذ. النهارده ايقاف التنفيذ ده ما تمش ليه؟ بضغط من الجانب المغربي. وشو شو مصلحته؟ انا لقجع باش يعاقب الاهلي المصري. هقول في مباراه ليس له ماهوش طرف فيها يعني. لا جاوبني على السؤال هذايا. هو طرف فيها،